مساء الخير عليكم. احلى تحيه لاحلى مشاهدات واحلى مشاهدين، وكنقول لكم مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من حلقات برنامجكم الفنان. برنامج الفنان، وكما عودكم دائما كيتطرق الجديد اخبار الفنانين والفنانات المغاربه، بالاضافه للاخبار الحصريه والخاصه. واليوم جبنا لكم خويرات جداد على هدى سعد، ايهاب امير، صفاء هناء، امينيكس، سلمى رشيد والمعلم سعد المجرد. اما ضيفه الحلقه فنكتشفها كالعاده بعد دقائق. أكدت الفنانة هدى سعد أنها في صدد تحضير عمل ضخم كيجمعها مع كل من الفنانتين لطيفة رأفت وفاطمة حيحيت. العمل اللي ما تعطات عليه حتى شي تصريحات، إلا أنه كيبان ممتع من خلال الفيديو اللي حطته فنانتنا هدى سعد على حسابها للإنستغرام. السوس، الزبلي، مراكش، الشراوي، الحمراوي، واو، فاسي. ماشي خويا ولكن كنعرفو هذا ما يكون غير الفنان إيهاب أمير. نزل الفنان ايهاب امير برومو للكليب للاغنيه ديالو الجديده وحده عليا، واللي حمس فيها محبين الفنان باش يشوفوا الكليب باسرع وقت ممكن، واللي هو من اخراج حسن القرفطي. التوأم صفاء وهناء كيعيشوا الحلم ديالهم من خلال اغنيتهم الامازيغيه الجديده اشكيد حبيبينو، اللي قاموا بتسجيلها بالفعل وكيقوموا حاليا بتصوير فيديو كليب لها. العمل غيكون عباره على تريو غيجمعهم فنان عالمي اللي لحد اللحظه ما عارفين شكون هو، اما المخرج فهو عبد الله بن سعيد. اشكيد اشكيد حبيبينو حبيبينو اشكيد حبيبينو اشكيد. من بعد صراع مع المرض وغياب طويل دام لعده اشهر، رجع الفنان امينيكس بصوره جديده مع الام ديالو كيطمئن فيها الجمهور ديالو عليه، موضحا انه مبغاش يشارك اي لحظه الم او حزن مع المحبين ديالو. كما انه شكر جلاله الملك محمد السادس نصره الله، بالاضافه الى المستشفى العسكري بالرباط. عرفت الأغنية اللي صدرتها الفنانة سلمى رشيد مؤخرا نجاح كبير، واللي كتحمل عنوان مغربي، وهادشي هذا كيبان من خلال تفاعل الجمهور اللي دائما كيرسل فيديوهات ليه كيدندن فيهم بكلمات الأغنية. انت المغربي يا اغلى ناسي، انت المغربي عن عين وراسي. الإقامة الجبرية للفنان سعد المجرد والبعد ديالو على بلادو ما منعوهش من مواصلة مسيرته الفنية، وهادشي كيبان من خلال الكليب الجديد اللي كيتوعد به الجمهور ديالو. مساء الخير خالد. مساء النور هاجر، مساء النور جمال الدين، مساء النور مشاهدينا الكرام. قلنا خالد، شكون هو الفنان اللي موجود لنا في هذه الحلقة؟ اليوم معنا في ضيف الحلقة الفنانة المغربية خولة المجاهد. من أشهر أعمال الفنانة المغربية خولة المجاهد الويكاند، أنا كنقول أنا ماشي بيرفكت، وأخيرا أغنية ماما. صراحة الأغنية ديال ماما كانت أغنية من الأغاني اللي كنت صراحة غنحماق نخدمهم، بيسكو ليدي كانت الأم ديالي كانت كتمنى شي نهار ندير شي أغنية على الأم. الأغنية ديال ماما هي من كلمات الأب ديالي سعيد المجاهد، من ألحان بيتهوفن، سي مون برودكتور، وهو اللي كيوزع الموسيقى وسي بمساعدة لارونجير موبيزي، ودرنا لها فيديو كليب اللي كان من اخراج لي تالونتو ياسمين بن كيران وحمزه حيطح، وعاد لا ليست راه طويله في ليكيب، ولكن كنبغي نشكرهم كاملين على العمل يعني وعلى الجهد اللي داروا فريمون باش ينجحوا هذا العمل هذا. الفنانة المغربية خولة المجاهد شهدناها اليوم حاضرة في العديد من الفعاليات الفنية وأيضا في الإعلانات الخيرية، لكن كذلك لمسنا غيابها الكبير عن الساحة الفنية بعد مشاركتها في أحد أكبر البرامج العربية لاكتشاف المواهب الغنائية. لكن أشنو السر وراء هذا الغياب؟
الصراحه كنت غبرت كون كاع ما خرجت الاغنيات وقيله وكون كاع ما درت مهرجان موازين، مهرجان نساء اصوات نسائيه وحفلات يعني مهمه يعني في المغرب الحمد لله بحال قفطان 2017 وانسي دو سويت. صراحه عطاني واحد هو بحد ذاته يعني عطاني فرصه باش نبدا اون كارير بروفيسيونيل يعني، ولكن يعني الواحد ملي كيخرج من برنامج كيكون بوتيتر كيتسنى انه الدعم غادي يجيه بزاف ديال الحوايج، الوغ كو ما يمكنش الناس يبقاو عاقلين عليه هذه الناحيه، وما يمكنش عاوتاني الناس يعيطوا لي في مهرجانات هذه من ناحيه اخرى الا ما كانش فريمون تبين للناس انه هو خدام وعنده طموح وعنده ان اوبجيكتيف باش يوصل لداك الشيء اللي بغاو، باش يبين للناس كانه هذا يعني هذا الفنان هذا ولا زعما انا ولا هذا راه يعني حنا خدامين بجهد خدامين بقلبنا وباش نوصلوا لهم وباش نعطيوهم باش نبينوا لهم اعمال جديده ويعني ونقيه وبجوده. فوالا جمهور ومتتبعي الفنانه المغربيه خوله المجاهد بغاو يعرفوا واش كتعيش علاقه غراميه. لو صراحه انا هاد الامور هذه كنبغي نخليها برايفيت كيف ما كنقولوا، ولكن واخا الناس عرفوا بانه يعني علاقتي ماي بروديوسر بيتهوفن علاقه يعني جديه وهذا، ولكن ما كنبغيش فريمون ندخل بزاف هاد الامور هذه يعني يستحسن انه نمر. واخيرا اجيو نعرفوا اشنو كتوجد الفنانه المغربيه خوله المجاهد لجمهورها ومتتبعيها. اوكي صراحه كاين البوم اللي كنخدموا عليه اللي باقي ما عرفناش صراحه وقتاش غادي نخرجوه، حيت باقيين شي اغاني فيه باقي ما كملوش بزاف الحوايج يعني بغينا ندرسوهم مزيان عاد نخرجوه، ولكن اوتر طون كاينه اغنيه اللي ان شاء الله غادي تخرج في شهر 8 هذا الشهر هذا ان شاء الله اللي جاي. اغنيه جديده، اغنيه بستيل جديد. خوله معروفه بانه ما كتحبش الاعاده يعني ضروري كدير ستيل جديد، موضوع جديد، كونسيبت جديد. الا كان فيديو كليب ان شاء الله حتى هو غادي يكون فيه شي حاجه سامبل مي افيك ان ميساج ولا هذا مي فوالا. دونك ان شاء الله قريب الجديد. حبابنا الحلقه ديال اليوم سالات، كان معكم في التقديم خالد، هاجر وجمال الدين. موعدنا كيتجدد بكم الاسبوع المقبل نهار الخميس مع 5 العشيه. وما تنساوش كونوا ديما فرحانين وكونوا ديما ناشطين، حيت الحياه قصيره بزاف ما تستاهلش ابدا نعيشوها مقلقين. سلام.